لما طرحنا مشكلة أصحاب المحلات التجارية بالسوق الشعبي الأسبوع اللي طاف، ونقلنا اعتراضهم على قرار رفع أسعار الأجارات المفاجئ، ووصلنا مناشدتهم للمعنيين لوضع حل سريع وفوري لهم، توقعنا مثل ما هو معروف رد فعل الجهة المعنية، تبريرها لقرار الزيادة وتفسيرها للحركة الاحتجاجية اللي قاموا بها التجار. لكن اللي نشر على صفحات الجرايد ثاني يوم حول نفس الموضوع قلب كل الموازين. الخبر اللي صدر من مجلس بلدي الجنوبية، واللي قال فيه إن قرار إعادة هيكلة أسعار الأجارات واللي لاقى رفض كبير من التجار في وقته لوضع حد للتجاوزات الكبيرة وتصحيح مشاكل التأجير من الباطل اللي يقوم بها بعض التجار، واللي وصلت لأكثر من 10 أضعاف مبالغ الأجارات اللي يتم دفعها شهرياً. هالتصريح الخطير والقرار اللي قامت به الجهة المختصة بهدف التصدي للتلاعب وحماية الموارد والمال العام كان لابد من أن نوقف عنده وقفة جادة، ونفسح المجال للطرف الثاني للرد عليها، ونعطيه المساحة اللازمة للإجابة على كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام اللي بتحدد مصير أكثر من 700 تاجر ومحل بالسوق الشعبي.